كابتن مصطفى بطل مصر في الجلة، صاحب رقم مصر، 2 تايمز اولمبيان طوكيو باريس، وورلد شامبيون او فاينالست، بطل بطولة امريكا للجامعات مرتين، 5 أو 6 مرات بطل عرب، وبطل دورة العاب افريقيا. يلا بينا. يلا جاهزين يا شباب؟ يلا جاهزين. يلا 3 2 1 اند اكشن. يا كابتن مصطفى، اخبارك ايه؟ انا الحمد كله لله. تمام الحمد لله. كابتن مصطفى بطل مصر في الجلة، صاحب رقم مصر، 2 تايمز اولمبيان طوكيو باريس، وورلد شامبيون او فاينالست، بطل بطولة امريكا للجامعات مرتين، 5 أو 6 مرات بطل عرب، مش قادرين نحسبها، وبطل دورة ألعاب أفريقيا. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ عامل إيه؟ يعني إنجازات كتيرة قوي مش عارفين نحشرها في البداية، بس أنت لو أنت هتعرف نفسك هتعرف نفسك بإيه؟ شايف نفسي رياضي، يعني عادي. مش الرياضي مش بيتقاس بالانجازات او أوكي بمجهوداته. أوكي. انا شايف نفسي رياضي مصري. بيحب اللي هو بيعمله. بالظبط. أوكي. طب خلينا نرجع لورا بقى شوية. كابتن مصطفى، بدأت منين؟ وعرفت ازاي انك انت موهوب في حاجة زي الجلة، لعبة مش مشهورة في مصر؟ عرفت ازاي توصل لها وتبقى بطل عالم وبطل اولمبي فيها؟ يعني طبعا البركه في اهلي، طبعا هم من صغري انا واخواتي كان دايما مركزين في موضوع الرياضه ده معانا. اوكي فكان على طول والدتي يعني الصبح لحد بالليل في النادي نقعد بقى نجرب مليون رياضه. اوكي لعبت جمباز ولعبت هاند ولعبت يعني ما يعني تلات ارباع الرياضات. لعبت جمباز وتنس وسكواش وهاندبول وسباحه وفروسيه. اوكي. يعني لعبت كل طيب الرياضات لفيت الفرديه. لفة على لعبت معظم الرياضات الفرديه وكاراتيه. اوكي لعبت بوكس شويه، دي اكتر رياضه قعدت فيها شويه. البوكس قعدت فيها مثلا سنه او سنتين. اوكي بعد كده كنت بلعب بوكس بقى في فترة المدرسة. فلما دخلت المدرسة كان في واحد اسمه معايا، في واحد معايا في الفصل اسمه أحمد القرموطي. اوكي. كان هو ساعتها كان صاحب رقم مصر تحت 14 سنة في الجل. جول. اوكي. فقال لي تعالى جرب اللعبة دي. فرحت النادي ماليش تعالى يعني. هو قال مم. لي شوف حاول تلعبها يعني. كان عندك قد ايه تقريبا سن؟ كان عندي 2010 أو آخر 2009 تقريبا، كان عندي 13 سنة. اوكي. فرحت يعني شفت فيديوهات، وهو كان مم. عنده كذا فيديو وراني فيديو وهو بيرمي وكده. ورحت معاه تقريبا بطولة اتفرجت عليه. فيعني اتشدت للعبة مش عارف ليه، مع انها يعني ناس كتير تقول لك دي ما فيهاش مش ممتعة. فرحت في النادي عندي سألت قلت اللعبة دي موجودة ولا مش موجودة. اوكي. فكان اكتشفت اللي كان في مدرب هناك اسمه كابتن عماد فايز. وكان في لاعب ساعتها من احسن لعيبة في العالم كان اسمه عمر الغزال. اه طبعا. هو صاحب رقم مصر في عمر. القرص لحد النهارده. اه وكان بالظبط. صاحب رقم العالم مم. اصلا تحت 20. وهو سادس عالم اوكي في القرص. اوكي. كان ده انت بيتمرن بتتكلم ساعتها على نادي الجزيرة؟ جزيرة. هو كان بيتمرن، كان لسه بيتمرن ساعتها. اوكي فالمهم جبت رقم الكابتن واتفقت معاه ان انا هتمرن. فجربنا كذا لعبة. جربت الرمح الاول وقرص. بعد كده قلت لا خلاص، هي الرمح كان بيبقى وجع لي ايدي من اول من اوكي. اول مرة. قلت لا ما انا خدتش عليه، ما حسيتش ان ده. يعني حاسسها كانت حاجة مش مريحة كده، مش اوكي مريحة بالنسبة لي. اوكي. والقرص نفس الكلام. مم. فدخلت ابتديت بقى اتمرن معاه. الصراحه هو كابتن عماد يعني ليه فضل كبير قوي عليا. هو اصلا اللي حببني في يعني انت تنجح في حاجه لازم تكون بتحبها جدا. ده حقيقي. وهو سبب كبير ان هو يعني خلاني احب اللعبه. كان دايما بيحكي لي بقى قصص عن هو كان لعيب اصلا. كان دايما مم. يحكي لي بقى قصص بطولات واللعيبه زمان ومش عارف ايه. فيعني خلاني احس كده انا عايز ابقى بطل زي الناس اللي مم. كان بيحكي لي عليهم. بس بدأت مع كابتن عماد 2000 اخر 2009 لحد 2015.
وهو اسسني كويس الصراحه. يعني هي لعبتنا دي محتاجه تبقى يعني عندك قوه كويسه يعني كويسه 2 3 10 10 واحد. يعني. فهو اسسني كويس وكان ليه يعني فضل كبير عليا. بعد كده 2015 وصلت بقى، يعني عملت كذا يعني اول سنه كام سنه من 2009 مثلا لحد 2011 كنت تعبان خالص يعني. اوكي. كنت بطلع الاخير اساسا مم. وما بتاهلش حتى الفاينل بطوله الجمهوريه. اوكي، ده بس كان انا كان سنك قد ايه؟ كان يعني 13، كنت بلعب تحت 16. اوكي. كنت بلعب تحت 16. مم. بس انا كنت في التمرين كنت كويس. انا في اوكي. التمرين كنت برمي حلو وكنت عارف ان انا عندي بوتنشال. فعشان كده لكن كان في يعني البطولة ما كنتش بتبقى ما كانش موفق عندي أوي. ثقه في النفس، وكنت مثلا افشل محاولات. اوكي. افشل دي معناها مثلا اخرج بره الدايره، مم. وما كنتش بعرف ارمي، كنت بتوتر كده. مم. بس يعني ابتديت بقى بطوله على بطوله، ابتديت يبقى برتاح نفسيا كده واعرف انافس. من اول بقى ما طلعت تحت 18 ابتديت مستواي يتحسن. رميت 21 متر، كسرت رقم مصر. كنت اوكي. اول واحد يرمي 21 متر بالخمسة كيلو. بس انا في الفتره ال 2018 ما كانش يعني السنه اللي طلعت فيها ما كانش فيه بطولات دوليه، يعني ما كانش بطوله عالم ولا اي حاجه. كان هي بس بطوله عرب تقريبا هي اللي لعبتها. بعد كده اوكي. تحت 20 بقى طلعت رميت برضو 21 متر. اتأهلت بطولة العالم الشباب اوكي. وخدت تامن برضو. بس انا كنت لعبت وحش ساعتها يعني. كنت مم. رحت بقى كانت اول بطولة عالم وكده، فكنت متوتر برضو. كان أول بطولة دولية. اه بالظبط، اوكي. حسيت نفسي احساس لما كنت بلعب بطولة الجمهورية اول ما بدأت. ولسه مش واخد على اللعب. اه مم. فانا اصلا كنت رايح، كنت مصنف اول السنة دي. اه فعلا. كنت مصنف اول وانا مم. رايح على العالم. بعد كده رحت برضو اتوترت كده، ما عرفتش العب كويس مم. وخدت تامن ساعتها. اوكي. بس في كذا مدرب بقى شافني. هي كانت في امريكا البطوله دي. مم. في كذا مدرب هناك من الجامعات شافني وجم عرضوا عليا بقى سكولرشيب ان انا اروح العب. وهو اوكي. اخويا اصلا قبل ما اروح كان هو اصلا كلم مدرب وكان رايح. اوكي. فالفكره كانت في دماغي. اخوك كان بيلعب برضو جلة ولا كان بلعب جول، هو بيلعب؟ كان بطل افريقيا اوكي. واخويا يعني تقدمه كان اسرع مني. يعني انا اول واحد دخلت اللعبه. مم. هو جه بعديها مثلا بشهر. انا قلت له اوكي. تعالى يجرب اللعبه. انا اخواتي الاثنين بيلعبوا، اوكي. الكبير والصغير. مم. فجبتهم معايا بعديها بشهر مثلا او اسبوعين. اخويا بعد سنه تمرين اتاهل بطوله العالم. ما شاء حاجه الله. اصلا ما بتحصلش. العيلة موهوبة فيها فيها جين اه الجلة يعني. اه بالظبط. فهو بعد كده راح. قبل ما انا اصلا اروح بطوله العالم هو كان مكلم مدرب، كان خلاص هو رايح. يعني اوكي. كان راح هيبتدي دراسه هناك ويلعب. مم. انا اصلا ما كنتش اعرف ايه موضوع، ما كنتش اعرف اللي فيه قصه اصلا بره سكولرشيب وبتلعب باسم الجامعه ومش عارف ايه. واخويا اللي فتح السكه في الموضوع ده. اوكي. فانا بقى ما رحت امريكا بطوله العالم. مم. كذا مدرب شافني، وكان في مدرب اللي انا رحت له ده كان في مدرب مصري هناك عنده في الجامعه اوكي. اسمه كريم عبد الوهاب. اه كابتن بس كريم كان مدرب عمرو صغير. سعود وانس بالظبط. بشر انا تقريبا. هو برضه كلمني، كان برضه سبب من الاسباب اللي انا اروح. قلت بقى في واحد مصري هناك مم. وانا اول مره بقى اسافر اعيش بره، فقلت هيبقى ايه، ابقى الواحد مرتاح شويه. اوكي. بس فقررت ان انا اسافر فانت الفرصة تعتبر هي اللي جات لك في موضوع السكولرشيب ده، مش انت كنت عارف او بتدور عليها لا لا، او. هي جات لي كده من مم. عند ربنا يعني. اوكي. بفضل الله. اوكي. دي يعني احكي لنا اكتر بقى عن التحديات اللي واجهتك اكيد خلال رحلتك، وبالذات انك تتأهل للأولمبياد. هل اصلا التأهيل للأولمبياد ده كان صدفة، ولا كان حاجة مترتب لها كويس وحاسبها كويس؟ وبرضو خلال بقى الرحلة دي احكي لنا كده، لو في حاجة جت قدامك حاجة وقفتك، إصابات عطلتك. هو انا من اول 2015 كانت اول بطوله عالم اتاهلت لها كبار. رميت 20 متر ساعتها. وكان مثلا اخر مره واحد رمى 20 متر في مصر هم. بالسبعة كيلو كان من الثمانينات مثلا. اوكي. انا حسيت ان انا يعني ممكن ابقى جامد في في اللعبه دي. في فرق اه حاسس ان يعني انت حسيت عندك موهبة. بانجاز، حسيت بانجاز. وكان هم. كان سني صغير يعني. كنت لسه اصلا تحت 20 ساعتها. اوكي. يعني كنت عندي 19 سنه. بس فانا من ساعتها انا حاطط هدف ان انا يعني مش بلعب الرياضه دي ان انا مشاركه وكده. انا هم. عايز اكون احسن واحد في العالم فيها. اوكي. فاولمبياد كان هدف بالنسبه هم. لي. يعني اولمبياد هم. طوكيو كنت عشان ريو هم. 2016 هم. كان فاضل لي 4 سم على التاهيل. اوكي. فال 4 سم دي كانت قتلاني اللي هو اه
4 سنتي وكنت ومش عارف كان عندي 20 سنه ساعتها. مم. فانا من ساعتها حاطط هدف ان انا لازم اتاهل الاولمبياد. مم. فانا 2019 مم. تأهلت ستاندرد، رميت 21 متر. وحصل بعد كده موضوع الكورونا ده. اه انا اصلا يعني انا لحد شهر 2 كنت بتمرن ان انا رايح مم. اولمبياد 2020 خلاص. اوكي. جت الكورونا قال لك كله يقفل، قاعد في بيته كله قاعد في بيته وكله يقفل، مفيش اولمبياد السنه دي. مم. ما كانش لسه قالوا ان مفيش، بس كان يعني انا كنت حاسس هم اوكي. تقريبا على ان هم ياجلوها مثلا شهر 4 او حاجه. بس انا قلت انا هفضل اتمرن برضو عشان اول ما الدنيا تفتح انا هكون جاهز، مش هكون قاعد في البيت. رحت جبت، كان في حته عندنا فاضيه كده جنب البيت، جبت دايره خشب. مش اوكي. دايره خشب، جبت روح خشب عملته دايره اوكي. اللي انا برمي فيها. صنعتها انا، يعني انا عملتها في البيت عندي. وجبت عملت جيم، جبت سكوات راك عملته انا عموله يعني. اوكي. عملت جيم في بيتك يعني؟ يعني اللي اوكي. هو عملت كل حاجه عندي اللي انا مم. ما اوقفش تمرين. اوكي. كان اكبر تحدي بصراحه، اللي هو مم. الجيمات اصلا كانت كلها قفلت. مم. كنت بقول لهم يا جماعه طب انا اصلا واحد متاهل اولمبياد محتاج حته اتمرن فيها حتى لو لوحدي. وما ينفعش اوقف قال يعني؟ لك لا مفيش، كله قاعد في بيته. مم. قلت خلاص، رحت بقى جبت الحاجه مم. دي مم. وعملت. وعايز اقول لك كانت احسن تمرين مرة في احسن حياتي. فترة. يعني مم. اللي هو كنت مركز بقى، اللي هو ايه، كنت كل حاجه في البيت، ما اعملش حاجه، انا اكل وانام واصحى اتمرن وانام. اوكي. وصلت مستواي يعني كان مستواي حلو جدا في الفتره دي، مم. واتمرنت تمرين جامد جدا. اوكي. بعد كده فكت بقى الدنيا، قال لك خلاص طوكيو 2021 وهتبدا بقى. قلت هبدا بقى ايه اعداد تاني مم. لطوكيو 2021. اتمرنت برضه تمرين جامد جدا ورميت 21 متر كذا مره في بطولات دوليه. مم. دي ما حصلتش معايا قبل كده. اوكي. فرقت معاك يعني الفترة اللي انت كنت قاعد عامل فيها معسكر يعتبر في البيت، انت قاعد اول بتعمل في فترة. البيت فانا الفترة اللي هي كل الناس في الكورونا ريحت، انت كنت مش كل خلقت الناس، لنفسك يعني الناس بيئة. بره كانت انا عارف ان هم مم. بره بيتمرنوا، اه هم مش هيقفوا. اه وبعدين بره قال لك كورونا مش كورونا هيخلوهم يتمرنوا مم. عشان هم مم. بيقدروا الرياضيين شويه. مم. وبعدين هم خدوها فرصه بقى، اللي هو يعني محدش دريان بينا نتمرن بقى بس. فانت كنت دايما شايف نفسك بتقارن نفسك بالابطال العالم، مش بالمحليين او في اه مصر بالظبط. بيحصل ايه. بالظبط. فانت عارف ان الناس اللي انت في يوم هتلعب معاهم او مش انت بقارن، قريب. انا مش بقارن، اللي انا اه بشوف يعني المنافس بتاعي، انا بدرس اه المنافس بتاعي هو بيعمل ايه. ما هو ما حدش فيهم هيريح، يبقى انا ما ينفعش اريح. ما ينفعش تريح، فانت خلقت لنفسك البيئة والجو المناسب ان انت اه تتمرن وسط الظروف دي. بس جت بقى السيزون بدأ الحمد لله يعني. اتمرنت كويس عملت نتائج كويسه يعني، مم. رميت 21 كذا مره. مم. بس جات لي بقى قبل الاولمبياد 4 اسابيع تقريبا. مم. اتصبت في الضمه اصابه اوكي. جامده، يعني اللي هو مم. قعدت في السرير مثلا اسبوعين من ال4 اسابيع اللي هم قبل قبل الاولمبياد. ما كنتش عارف تتحرك ولا تتمرن. خلاص بس قلت بقى اخر اسبوعين ده لا، انا هقوم بقى وجع مم. مش فارقه اخد مسكنات. مم. والحمد لله يعني اتمرنت يعني جات مستوى كويس، بس يعني انا كنت جاهز اكتر قبل ما مم. اتصاب. اوكي. يعني كنت المفروض ارمي 22 متر اصلا في الاولمبياد دي. كان ده التارجت بتاعك اه وانت وكنت برميها في التمرين، اه عادي. مم. بس قلت الحمد لله يعني كل شيء قضاء وقدر. مم. فروحت هناك يعني انا حسيت ان انا في الاولمبياد الموضوع جه كده يعني رباني بحت. اللي هو مم. انا اصلا اول رميه دخلت البوله وقعت مني اصلا، يعني اه فعلا. مش وقعت اللي هو فلتت وراحت مثلا، لا وقعت اللي هي وقعت في الارض كده اه اتزحلقت مني وقعت. وانت اوكي. اصلا ليك 3 رميات مم. عشان تتأهل الفاينل، اوكي. فرميه كده ضاعت كده اترمت، اللي هو اصلا كنت حاسس ان انت متوتر يعني ولا ده؟ مش متوتر. هو الجو كان حر جدا، مم. فانا عمال انشف رقبتي. في دوبك اول ما دخلت لقيت العرق برضو مرق رقبتي، مم. جيت ارمي اتزحلقت منك. وقعت مني. مم. طبعا كله شاف الموقف ده، قال لك ايه ده جاي بقى يهزر. انت اصلا يعني من ال3 رميات غاليين جدا، يعني اه لو واحده ضاعت انت مثلا بترمي واحده ماشي، بعد كده تقعد تحسن لحد التالتة تحاول تجيب الاحسن حاجة عندك. رقم التاني. بيبقوا حاطين خط اصفر كده مم. وانت تحاول تعديه عشان تخش الفاينل. اول ما تعدي خط اصفر مم. خلاص انت كده اوكي. دخلت خط اصفر كان على 21 حاجه، اللي هو مم. اصلا يعني انت لو بطولة الجمهورية بترميها بالعافية انت لو بالك اوكي. بقى في الاولمبياد مم. وجو تنشانة وكده. مم. رميت تاني رمية مش عارف 20-50 مم. اللي هي ما تدخلنيش الفاينل برضه. اوكي. قلت التالتة بقى ايه، انا هخش هدعي وارمي اجمد حاجة عندي، مش هفكر في حاجة. زي ما تيجي. دخلت يا باشا رميت
واصلا يعني انا ببص عليها بعديها تكنيكي ما كانش احسن حاجه يعني، كان في ممكن احس عليه اكتر بكتير. اوكي. دخلت رميت اجمل حاجه، قلت لقيت الجول نزل بعد الخط الاصفر، اتجننت بقى لا وقعدت لا. اسجد قلت الحمد لله. كنت اعيط يعني ساعتها. ده ويمكن ده اعلى احسن انجاز في تاريخ الالعاب القوى الاولمبي. لو ان حد يخش في فاين. ان انت كنت في التوب 8 في الفاينل في اولمبياد، في الاولمبياد في المطلق كانت طوكيو. وطوكيو سبيسيفيكلي. وده بالنسبه لي كان يعني كاحساس مم. انتصار كده، مم. ده اجمل يعني، احسن احساس بعد رمي جري في مسيرتي. مم. انت يمكن ربنا بيكافئك على تعبك ومجهودك، وعارف ان انت كله يعني بفضل الله يعني، مفيش حاجه بتعملها الظروف، بمجهودك. الظروف يعني هي بس ما كانتش مساعداك، بس يعني انت عملت كل اللي تقدر عليه بالظبط. وكنت بتمرن لوحدي يعني، انا الفتره دي كنت ما كانش معايا مدرب مم. يعني، كان مدربي بره وكنت ببعت له مثلا فيديوهات، لكن مفيش حد واقف مم. معايا فعليا. مم. فقعدت مثلا السنتين دول لوحدي خالص. اللي هم سنتين الكورونا. اه اوكي. واللي هي السنه اللي قبل الاولمبياد واللي هي 2020 وسنه الاولمبياد كمان 2021. اوكي. وهناك كمان ما كانش معايا مدرب. مم. انا مسافرت هناك المدرب ما جاش، لأن كانت برضه الدنيا كورونا مقفله فما جاش. مم. فكان اجتهاد ذاتي يعني، انت قعدت 3 سنين تقريبا اه باجتهاد ذاتي. ترايبود واحطه اه. واتمرن واقعد اتفرج على نفسي. فعلا. اوكي. طب وباريس بقى كان الموضوع اسهل من كده ولا لا كان بالعكس، انت كل مختلف؟ ما بتكبر هي الرياضه بتصعب يعني. انت مم. في رياضتنا دي انت محتاج يعني، انت كل ما بتكبر الريكفري بتاعك انت وانت صغير يعني. مثلا وانا صغير كنت اقعد اتمرن 6 7 ايام في الاسبوع وما اتعبش، واصحى اوكي. تاني يوم اتمرن عادي مم. واشيل. لكن انت كل ما بتكبر انت بتحس بقى باعمال السن مم. على جسمك، ان انت ما بقاش تعمل ريكفري زي الاول، لازم تقعد مم. تسخن ساعه. مم. لو ما تسخنش ساعه بتتصاب كتير، مم. اوجاع بقى صغيره، ركبك، كوعك، مش عارف ايه. مم. آه، باريس يعني، باريس بالنسبه لي كان تمرينها اصعب من طوكيو، عشان اوكي. اول حاجه بعد طوكيو جات لي مشكله، جات لي اصابه جامده، جات لي قطع كلي في باي وعملت عمليه. اوكي. فقعدت سنه كامله ما لعبتش. 2022 2023 الحمد لله عملت ريكفري ورميت رقم مصر جديد، مم. 21 65. ده رقم مصر. مم. رقم مصر. مم. كنت كل ده بتمرن لوحدي برضه. مم. ف 2023 كانت سنه حلوه، بس يعني برضه مش يعني، كان بيجي لي برضه اصابات كده، دايما بيجي لي اصابه بقى قبل البطوله، مش مم. فاهم ليه مم. يعني، نصيب. بس جيت بقى 2024 اتمرنت كويس برضه، بس كنت حاسس ان انا مش زي زمان كده، مش زي اوكي. وانا صغير. اوكي. يعني حاسس ان انا جسمي كده بطئ شويه، مم. مفاصلي بتوجعني شويه. طب وانت كابتن مصطفى معاك التيم او الفريق اللي لا بيمر؟ مش ما هي دي النقطة يعني، انت بتقول اصابات وعوامل، بس هو الحقيقة ان انت يعني ماشي. طب فرضان. طب مين يعني انت لازم يبقى معاك حد طبعا، كمدرب، ما هي كحد المشكله ريكفري، المشكله في كحد مصر يعني. انا مثلا دكتور. هقارن لك مثلا، انا ما كنت عايش بره. انت مثلا بتخلص تمرين، مم. عندك اوضه كده بتخشها، دي اسمها ريكفري، رو. اسمها تريننج روم. اوكي. تريننج روم دي فيها، شوف احسن مركز في مصر بتاع علاج طبيعي، مم. الحاجات دي كلها موجوده جوه، مم. وتستخدمها زي ما انت عايز، مش مم. بقى بحجز ومش عارف ايه. عندك وجع في صباعك، مم. تروح للدكتور، عندي وجع في صباعي، تعمله لك، مم. تقعد تعالج ايدك فيه، وتقعد يعني كل يوم تكشف عليك، تقول لك لحد ما الوجع يروح. مم. في ايس باث، في زي تريدميل كده تحت الميه، الناس اللي هي مم. مثلا عندها اصابه في رجلها مم. تعمل ريكفري تجري عليها. في مم. كل حاجه ممكن مم. تتخيلها. مم. لان فانت هو الريكفري هو اللي بيبني يعني، انت في الاول وفي الاخر انت بتتعب في التمرين زي ما تتعب. لو ما بالظبط. عملتش ريكفري صح فانت مش هتستفاد من الريكفري واللي هو الانجري بريفنشن، اللي هو مم. تجنب الاصابات ده. مم. ان انت مثلا الاصابه هي بتبدا ازاي؟ الاصابه بتبدا انت عندك وجع صغير، مم. هتقعد تهمله، هيقعد يزيد يزيد لحد ما تبقى اصابه تقعدك. مم. فانت اصلا من الاول هناك انت بتقضي على وجع ده من مم. الاول، بتعالجه من الاول. مم. لكن انت مثلا هنا، انا عندي مثلا حاجه وجعان، ماشي اروح اكشف؟ لا، اكشف عند الدكتور الاول. تروح للدكتور اللي يعمل لي MRI، يعمل لي مش عارف اكس راي، مم. يعمل لي مش عارف ايه، تعمل كل ده، روح احجز بقى علاج طبيعي. مم. وانت طب اللي بتعمل الحاجات دي عمال بقى المفروض. تلف دكتور بقى في مدينه نصر، وعلاج مم. طبيعي مش عارف فين وفين وفين. مم.
فانت اصلا اول ما تيجي تخش العلاج الاصابه تكون خلاص يعني نسيتها اه ده هو خلاص، انا تشتكي من انا ايه؟ هتعب اكتر اصلا، خلاص بالظبط مش عشان مشكلة. علاجها. بس فهي دي هي دي المشكله هنا، ان انت كل حاجه بعيده. يعني مثلا حتى تيجي تروح التمرين مم. تسوق ساعه في الزحمه. مم. انا هناك عايش جوه الجامعه، يعني بروح بالعجله التمرين، مم. يعني 5 دقايق اكون في التمرين، 5 دقايق اكون في الجيم. انت هنا تسوق ساعه تدور على ركنه، مم. تركن تنزل كل ده بيأثر عليك نفسيا. انت طبعا. اصلا بتروح انت نفسيا وذهنيا انت خلصان. مم. انت يعني انت التمرين ده انت محتاج تكون 100% كمنتل وكفيزيكال. انت مم. بتروح، انت اصلا السواقه في مصر دي مم. لوحدها بت... بتستنفذ كل حاجه فيك. طبعا طبعا. تخلص تمرين تسوق ساعه، تروح تسوق ساعه، تروح الجيم. مم. فكل الحاجات دي مش اوبت. يعني مم. انت لو قارنت نفسك باللي هو قاعد بره بيتمرن وعايش، ما عندوش هو الديستراكشنز دي كلها. مم. بس فجيت قبل باريس، جات لي برضه اصابه تانية بيجي لي اصابات في حتت غريبه، جاي لي اصابه في بطني يعني، اوكي. مزق بقى. مم. بس دي ما عرفتش اعمل، يعني ما عرفتش دي اريكفر ده منها. ليه دعوة بالروتيشن اعتقد، كانت وانا برمي اصلا. والرمي. اه. جات لي وانا برمي، دي ما عرفتش اعمل ريكفري منها. فروحت هناك ما رميتش احسن حاجه يعني. مم. مع اني كنت يعني كان مستواي كويس، يعني كنت المفروض اخش الفاينل برضه. اوكي. بس نصيب بقى اللي حصل ده. اوكي. بعد كده اتجوزت بقى 2024. مم. كان 2024 فريحت 2025 خالص، والسنه دي رجعت اتمرن تاني. طب ما كملتش ليه؟ يعني انا عارف انت قعدت في امريكا فترة في سكولرشيب وان سي دبل اي اللي هي يعتبر اكبر بطولة جامعات هناك في امريكا، انت كسبتها ذهب مرتين. فانت ليه يعني كان في سكة انك انت تكمل هناك مثلا وما كملتش؟ وهل انت كنت عايز ده او انت ما عملتش ده ليه؟ هو كان في سكه، بس انا ما يعني ما حبيتش اللي انا احب يعني اتعود على عيشه هناك. ما اوكي. كنتش عايز اعيش هناك، مش عايز اعمل اسره هناك، مم. مش عايز استقر هناك. فخفت اقعد ان انا حياتي تبقى تتنقل هناك. انا مش مم. عايز كده. انا مم. يعني انا بحب مصر برضو. انت متعلق بمصر يعني غير كده ان هي امريكا مش بلد، آه، يعني مش بلد اللي انا اكون عايز اربي فيها ولادي او اعمل مم. فيها اسره. مم. عشان بحس انها اخلاقيا ودينيا بعيد عننا خالص. اوكي. فعشان كده رجعت مم. وقلت لو عايز اسافر ابقى اسافر، اعمل معسكر هناك عادي، يعني مم. مش هتبقى صعبه. مم. بس فهو ده السبب ان انا ما رضيتش اكمل يعني. اوكي. اوكي. وغير كده اللي انت خلاص بعد ما تخلص جامعه، هو انت ما بيبقاش فيه، مش هيبقى فيه سبورت من الجامعه ليك. مم. فاهم يعني؟ انت خلصت الجامعه، مم. انت مالكش ان انت تلعب لها تاني. انت مم. كل واحد بيبقى ليه 5 سنين يلعب بالجامعه هناك. اوكي. انت خلصت ال5 سنين خلاص، هو هيصرف عليك ليه ويعمل لك سكولرشيب ليه؟ انت اصلا مم. مش هتفيده بحاجه. اوكي. فانت بتبقى لوحدك. طيب يعني انت كان معروف عنك او اللي انا اعرفه يعني ان انت كنت قاعد في مصر بس كان مدرب اجنبي هو اللي بيتابعك، فليه مدرب اجنبي؟ عشان هم الاجانب يعني، هم اللي نجحوا في الرياضه دي. يعني انت مم. لو بصيت، هم الامريكان هم اصحاب رقم العالم، هم انجح اكتر ميداليات في مر التاريخ في الرياضه دي بالذات. اوكي. فانت ليه ما تستفادش منه؟ مم. انت مش شرط حتى اللي انت تكون هتاخده مدرب طول حياتك، بس انت تستفاد منه. يعني حتى تدخل المعلومات دي مصر، تحاول تطور اللعبه في مصر، مم. فتعرف هما بيعملوا ايه وبيتمرنوا ازاي وبيفكروا ازاي. اوكي. طب ما كانش متعب عليك ان انت دايما تتمرن حاطط كاميرا او يعني انا عارف شوية حاجات إن انت كنت دايما بتتمرن حاطط موبايل وكاميرا ومدرب معاك بيشوفك وبيقول لك لا عدل دي. ما كانش صعب عليك شوية عن ان انت مثلا تستعين بحد هي كان ليها مميزات وعيوب. هي مم. مميزاتها عيوبها الاول اللي انت يعني انت ما معاك مدرب ان بيرسون، مم. يعني افضل بكتير. لان انت هيقول لك مثلا غلطات في لحظتها. يقول لك مثلا انت اعمل كذا اعمل كذا، وتعرف تحسنها في لحظتها. اوكي. بس انت في العادي انت ببعت له الفيديو واستنى هو يرد عليه. كل التمرين خلصت مم. فببتدي اشتغل حاجه اللي يقول عليها المره الجايه. مم. المميزات ان انت اول حاجه، انا عن نفسي بحب اتمرن مم. لوحدي خالص في هدوء، مم. فبركز احسن. مم. تاني ميزه ان انت بتتعلم ازاي انت تحسن. يعني تشوف انت الغلطه ايه عندك، انت بتحسها. يعني انت بتحس بالغلطه ازاي في الرميه، وتعرف ازاي تصلحها.
لان انت اوكي. مثلا في الماتش مش يعني انت مثلا دايما مثلا في بطوله عالم الاولمبياد انت المدرب بعيد عنك، كنت يعني في نص الوقت ما تسمعوش، هو امر مثلا هيديك اشارات او حاجه، فانت لازم يبقى عندك انت الوعي اللي انت تبقى عارف انت مثلا اللمية دي حصل ايه، لا انا اللمية الجايه عندي مثلا مشكله دي لازم اصلحها. حاسس بنفسك يعني، اه حاسس بتحس بالتكنيك، بتحس بنفسك حاسس. عندك اويرنس، مم. بتبقى عارف ايه الغلطات اللي عندك في الرميه وتعرف تصلحها وتعرف ايه الصح وايه الغلط، فانت اوكي. بتبقى انت بعد فتره خلاص يعني اولموست مش محتاج مدرب. اوكي. فهي دي ميزتها. في مدرب معين او اكتر المدربين اللي فرقوا معاك؟ هو كابتن عماد اللي مم. هو اسسني، وفي برضه فتره كان في مدرب اسمه كابتن محمد سلام، اوكي. ده اتمرنت معاه الفتره اللي هي تحت 18 دي، هو وصلني برضه 21 متر، اوكي. ده برضه علمني حاجات كتير. ومدرب بقى بتاع امريكا بتاع الجامعه، هو ده يعني علمني برضه، هو ده وصلني 21 متر بالسبعة كيلو، اوكي. وعلمني حاجات كتير قوي، ولسه علاقتي بيه كويسه لحد دلوقتي، بيسال مم. عليا وبكلمه وببعت له فيديوهاتي، مم. فهو بقى زي مثلا بقى زي اي يعني حد فرد منتور من كده العيله، هو او. فرد من العيله مم. بالنسبه لي، اوكي. وبزوره وهو بيجي يزورني. مم. طيب الرياضة في بالنسبة لكابتن مصطفى، لعبة زي ألعاب القوة أو الجلة في مصر، هل بتقدر تعيش منها وانت واصل يمكن لأعلى ليفل ممكن حد يوصل له في لعبة زي دي؟ هو ممكن تعيش منها على حسب انت يعني انت عايز اللايف ستايل بتاعك يعني يبقى يبقى عامل ازاي. لو اوكي. انت عايز تعيش لايف ستايل عادي بيسك اللي هو اكل وشرب ونوم وخروجات مثلا وسفر، عادي ممكن تعيش منها عادي. مم. بس انت مثلا عايز توصل لحاجة اعلى، اللي انت لايف ستايل اعلى شوية، لا مم. لازم يبقى عندك بلان بي. وانت عامة في اي رياضة لازم يبقى عندك بلان بي، ما ينفعش تعتمد على الرياضة بس. اوكي. انت الرياضة كده كده ليها عمر وهتبطلها، مم. فلازم يبقى عندك بلان بي انت هتعمل ايه بعديها. عشان كده انا مؤمن ان انت لازم يعني تركز مثلا في دراستك او في حاجة مم. تانية، بحيث ان مم. انت ممكن في اي ظرف يحصل انت تلاقي نفسك ما بقتش خلاص، ما بقاش مم. في رياضة، مم. فما ينفعش تقعد في البيت. اوكي. ما دي حتة مهمة احنا هنتكلم فيها مم. في الجزء التاني بقى في البودكاست. بس قبل ما نروح للجزء ده عايز اعرف من مصطفى، طموحك او حلمك. مصطفى نفسه يوصل لفين؟ و... ولو في عندك حد ايدل، مش شرط في الرياضة، بس انت لو في حد بتشوفه نفسك بتتطلع ليه يعني. في رياضة ولا بره رياضة؟ مش هتفرق يعني، لو في الرياضة، رياضة او غير رياضة يعني. يعني مبدئيا انا هدفي اللي انا نفسي اجيب يعني او عايز اجيب ميداليه اولمبيه، عشان حاسس ان دي حاجه مش بعيده، يعني مم. حاجه يعني انا عارف من جوايا ان انا عندي البوتنشال اللي انا اعمل الحته دي الحاجه مم. دي. فده اكبر هدف بالنسبه لي، ان انا اجيب ميداليه مم. اولمبيه. ايدل بالنسبه لي المفروض لكل المسلمين يعني سيدنا محمد صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام طبعا. انا بدرس السيره بتاعته وبحس ان قد ايه هو راجل عظيم، مم. والمفروض الناس كلها يبقى هو ده القدوه بتاعتهم يعني. طبعا. مش عارف طبعا. رحت في حته دينيه شويه، اه. بس هو ده يعني بالنسبه لي. لا طبعا هو ده يعني قدوة طبعا. اعتقد احسن قدوة ممكن حد بالظبط، ياخدها يعني في الدنيا. بعيد بقى عن رياضه او اي آه حاجه تانية. آه بس في حد في الرياضة لا او كده انت حاسس لا ما بحبش ابص لحد، يعني انا بحب يعني مثلا حتى لو انا هشوف عن حد في الرياضه مم. كويس، انا بحب اخد احسن حاجه من كل رياضي. يعني مثلا مم. كل رياضي بيبقى عنده ميزه، فانا بحب اشوف ميزه كل واحد واطبقها عندي. اوكي. لكن انا ما بحبش اقول لا ده هو ده مثلا الاعلى نفسي ابقى زيه، لا انا مم. ما اوكي. بعملش كده. اوكي. يعني مثلا الاعلى نفسي يعني اللي هو مم. عايز اكون انا احسن تبقى حاجه، احسن حاجة، ما بحبش اقارن نفسي بحد. البيست فيرجن اوف يور سيلف بالظبط. يعني. ماشي. طيب نروح للجزء التاني بقى بتاع السكة منين. ماشي. سكة منين الجزء ده اللي احنا بنينا عليه فكرة البودكاست، ان احنا بنحاول نعمل زي ماب للناس او جايد يمشوا عليه لو حد نفسه يبقى رياضي محترف، لو حد نفسه يختار الرياضة الصح، لو اهالي نفسهم عيالهم يلعبوا احسن لعبة. فمبدئيا كده، واول حاجة بسألها لأي رياضي او مدرب او ايا كان ضيف يعني، ان اللاعب او الاهل يختار اللعبة او الرياضة الصح ازاي.
بص انا مؤمن ان انت ما بحبش الطفل اللي هو يتخصص في حاجه وهو صغير. مم. يعني انا مؤمن ان انت تقعد تلعب 100 رياضه. يعني انت مثلا في امريكا هم ناجحين ليه؟ هو هتلاقي عندهم مثلا في المدرسه الطفل مثلا هم عندهم الرياضات بتبقى سيزون. يعني مثلا في سيزون باسكت بول، سيزون فوتبول، سيزون بيسبول، بيبقى كل مثلا من شهر كذا لكذا. هو اوكي. بيخلص الرياضه دي يخش على دي يخش مم. على دي يخش على دي لحد مثلا سن 13 14 سنه. فانا مؤمن بالحته دي. ما بحبش ان انت مثلا تدخل طفل في رياضه من هو عنده 8 سنين او 7 سنين يفضل فيها. عشان كده رياضيين كتير في مصر بيتحرقوا. هو مثلا كويس قوي مم. في الناشئين والشباب، بعد كده يطلع كبار خلاص ما بيتحرق. ما بقاش عارف ما بقاش عارف ينافس مع مم. بقيه العالم. انت قصدك ان حد يختار رياضة من سن صغير ويبتدي يحرق فيها قوي، اه فبيبقى عايز يبقى، او بالظبط. اهل مثلا يبقى عايزين ابنهم بطل، مش عارف، فده بيستهلكهم ويجي يكبر بقى يبقى خلاص ما عندوش طاقة. بالظبط انا مؤمن ان انت تخلي ابنك او بنتك يبقى اثليت، يعني عام، يبقى هو اصلا شخص اثليتيك. مم. فانت بتعمل ده عن طريق انت تلعبه كذا حاجه. تلعبه كذا حاجه لحد بس انت 13 14. لكن انت مثلا لو حددته في حته واحده بس هو خلاص هيبقى كويس في دي بس. صح. لكن صح. انت لازم تنميه ككل مهارات، وكل عضلات جسمه لازم تنميها في كذا رياضه. ما ينفعش في رياضه مم. واحده. في حاجه تانية برضه ممكن يعرفه. يعني انت مثلا كل واحد بيبقى عنده حاجه اسمها فاست تويتش فايبرز وسلو تويتش. مم. فهو الفاست تويتش دي بيلعب مثلا رياضات فيها اكسبلوسيف باورز، مم. سبرنتات، رمي، اوكي. حاجات فيها سريعه سرعة وقوة. وسلو تويتش حاجات مثلا اندورنس، جري مسافات مم. طويله، مم. حاجات اللي فهو ممكن برضو يعمل تحليل او حاجه يعرف هو ابنه او بنته عنده النسبه دي قد ايه مم. وقد ايه، ويعرف يحدد بقى هو هيبقى احسن في أي رياضه. عشان في ناس كتير بيبقى بيلعب رياضه وعنده بوتنشال يبقى اجمد في رياضه اكتر بكتير. طب انت اكيد سمعت عن الدي ان اي تيست. اه هل عندك خلفية فيه، او هل دي حاجة فعلا اصل الدي ان ايه ممكن ده تفيد؟ الدي ان ايه ده هو بيعرفك الهوية بتاع، مم. يعني مش يعني انت الحاجة اللي مرتبطة بالرياضة اكتر اللي هو النيرفس سيستم والعضلات بتاعتك، هي دي اكتر مم. حاجة. ومثلا الفيزيكال اللي هي المقاومات الجسدية بتاعتك، مثلا طولك، وزنك، الحاجات دي حاجات دي ممكن تتقاس كلها. فتعرف اوكي. واحد طويل مثلا قوي مش هيروح يلعب رفع اثقال اه مثلا. مش هيلعب رفع اثقال، مم. هيلعب مثلا باسكت او حاجه كده. فانت الحاجات دي كلها ان كومباينيشن هو اصلا الستات اللي قلت عليها، فتعرف تحدد الطفل ده هيروح في انهي مم. اتجاه اوكي. او الطفل يعني. طيب يعني انا عرفت ان انا مثلا عايز العب اللعبة الفلانية، او موهوب في اللعبة دي، اروح بقى المكان الصح ازاي، او المدرب الصح ازاي، او اختارهم اصلا ازاي؟ المكان الصح هو انت مكان هتبقى للاسف محدود بالمكان اللي انت فيه. يعني انت مثلا انت مشترك في نادي ايه. مم. هو المشكله في مصر انت يا اما نادي يا اما منتخب، مم. مفيش مثلا مدارس او حاجه تلعب فيه. فانت هتشوف النادي اللي انت مرتبط بيه وتبدا بيه تبدا مم. فيه. وبعدين انا مؤمن ان انت يعني اي رياضه في اولها المدرب مهم وكل حاجه، بس انت مم. برضه ممكن تنجح فيها. يعني دلوقتي احنا بقينا في عصر كل حاجه موجوده اونلاين مم. دلوقتي. فانت المعلومة موجودة معلومات في كل حته مم. دلوقتي. فانت ممكن تبدا مع مدرب وانت برضه في نفس الوقت هتعرف انت المعلومات اللي حواليك، هتعرف ايه الصح وايه الغلط. مم. وتسال برضه، يعني تسال في الاكسبيرينس مثلا مدرب في اللعبه دي مين كويس مين مش كويس. الحاجات دي بتبقى معروفه يعني. طيب خلينا نروح لحتة تانية بقى، فكرة الاحتراف. مم. يعني انت بناء على الاكسبيرينس اللي انت خضتها في السكولرشيب، لو في حد بيلعب العاب قوة او اي لعبة نفسه يعمل يلعب بره ويحتك بحاجة زي كده، او يعمل سكولرشيب بناء على ان هو ارقامه او كده، فيعمل ايه ويدور ازاي ويوصل لده ازاي؟ لان اغلب تقريبا اللعيبة بيبقوا حابين في سن صغير بالذات ان هم بالظبط. فاحكي لنا كده عن تجربتك. بص هو الاحتراف ليه سكتين. م- يا اما انت عايز تلعب عايز تدرس وتلعب، م- ساعتها تشوف سكولرشيب. ودي عن طريقه مش صعب. يعني انت اي جامعه في امريكا
لو دخلت على الموقع بتاعها هتلاقي المدرب، اسم المدرب موجود، مدرب الرمي او مدرب اي ايفنت عايز تلعب، او اي رياضه حتى. يعني بيبقى في كذا، الجامعه بتلعب كذا رياضه مش العاب قوه بس. يبقى المدرب اسمه موجود وكل بياناته موجوده، الايميل برقم تليفونه بكل حاجه. انت تروح خش تشوف الجامعه اللي انت عايز تروحها، تعمل سيرش مثلا احسن جامعه في الرمي، احسن جامعه في المصارعه، مم. احسن جامعه في كذا، وعلى حسب درجاتك برضه. وتخش تشوف اسم المدرب، تبعت له تقول له انا اسمي كذا كذا كذا، برمي كذا كذا كذا، وعايز فرصه ان انا مثلا العب عندكم، تقدر تديني سكولرشيب قد ايه؟ اوكي. وهو هيرد عليك، لان في مدربين كتير جدا يعني في، لو عرفوا مثلا مستويات، هو مش هيعرفش حاجه، يعني هو مش هيتابع بطوله الجمهوريه في مصر، اكيد. مش هيتابع نتائج بطوله الجمهوريه او مم. بطوله القاهره. لكن انت لو رحت انت قلت له، هتفتح لنفسك فرصه، ويقول لك مثلا انا ممكن اديك مثلا سكولرشيب 80%، ممكن اديك 90%، ممكن اديك سكولرشيب بس انت تجيب الكتب. مم. هو بيبقى كل حاجه بالاتفاق، فانت ممكن وعلى بقى انت حسب برضو انت درجاتك ومستواك والكلام ده على ما بالظبط. لازم يبقى اعتقد. عندك انجليزي كويس طبعا مم. عشان تعرف تسافر. وانت برضو انت في مستوى لكل، يعني في جامعه لكل مستوى. يعني انت ممكن تروح في هناك مثلا، في من اول ديفيجن 3، ديفيجن 3 دي اوطى حاجه، لحد مم. ديفيجن 1. اوكي. انت مثلا بترمي، هقول مثلا في الجول، انت بترمي مثلا 16 متر، مم. ممكن تروح تاخد سكولرشيب هناك، بس مش اوكي. تبقى احسن جامعه، تبقى مم. جامعه متوسطه. مم. المدرب برضو مش يعني، كل ما الجامعه تقل مستوى المدرب هيقل. اوكي. بس دي سكه. في السكه التانية، ان انت تجيب مانجر او ايجنت، ده هتمضي معاه عقد، ده كل وظيفته ان هو هيجيب لك ماتشات بره. مم. الماتشات دي مثلا انت بيبقى فيها برايز ماني، ماتش مثلا في ماتشات لحد $10,000. اوكي. هو طبعا هو الايجنت ده بياخد نسبة، بياخد مم. 15%. بياخد 15% تقريبا. اوكي. دي سكة برضه بروفيشنال، انت مش عايز تدرس، مم. انت ممكن بقى تكمل، او انت هتدرس في مصر انت ممكن تكمل في السكة دي. ودول يعني اللعيبة بيوصلوا لهم ازاي بيبقى برضه يخش على موقع الاتحاد الدولي، اوكي. بيبقى فيه لستة بكل الايجنتس المتسجلين اوكي. والبلاد بتاعتهم، يخش مكتوب رقم تليفونه والايميل بتاعه، يخش يكلمه يقول له انا يبعت له برضو اسمي رقمه كذا 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 ورقمي كذا، وهو ممكن بقى يوافق ان هو يمثله، وممكن ما يوافقش. دي بقى سكه اللي هو عايز مثلا ايه، عايز يجيب فلوس على طول من اللعبه. لكن انت مم. سكه الجامعه دي انت مش هتدخل، مش قدام الجامعه مش هتديك فلوس، اه. يعني هتديك دراسه وهتديك اكل وعيشه وخلاص، مم. بس مش هتاخد فلوس. بس اعتقد دول السكتين اللي موجودين للاحتراف في الالعاب الفرديه، يعني الكوره والباسكت والحاجات دي في انديه وفي حاجات زي اه كده. بالظبط. لكن وبعدين الالعاب حته الجامعه دي الفرديه مش كل الرياضات بتتلعب هناك. مم. يعني مثلا سكواش مش هتلاقيها في امريكا، اوكي. في رياضات معينه مش هتلاقي اللي حته السكولرشيب دي قويه قوي فيها. مم. يعني هي تعتبر العاب القوه من اكتر الرياضات اللي هي فيها سكولرشيبس مم. ومهتمين بيها قوي في الجامعات هناك. العاب القوه مثلا المصارعه السباحه اعتقد. والسباحه. مم. لكن في حاجات تانية اللي احنا جامدين فيها للاسف زي سكواش وكده، مم. ما فيهاش، مش قويه قوي، ما فيهاش اصلا، يعني ما فيش مش جامعات هناك. مهتمين بيها قوي هناك. اه نروح لحته تانية، فكره الدراسه والرياضه. يعني انت بتشوفهم المفروض يمشوا بارلل لبعض، ولا لا على حسب يعني هل مثلا لو في حد اتعرض ان هو دراسته محتاجة ان هو يسيب بالرياضة، او لو حد مثلا وصل في مستوى حلو في الرياضة فعنده بطولات وحاجات هتيجي على حساب الرياضة، فهل المفروض تستغنى عن حاجة على حساب حاجة، ولا هل تحاول الاتنين، ولا على حسب؟ انا بصراحه شايف ان انت لازم تمشي مع الاتنين، ما ينفعش انت لازم زي ما قلت لازم يبقى عندك باك اب. انت دلوقتي الرياضه ما نفعتش، لما انت لو ما درستش معكش شهاده مم. هتعمل ايه بقى؟ مم. تقعد في البيت. اوكي. فانا شايف ان انت، وبعدين ما فيش حاجه اسمها اللي انا مش مقتنع بالكلمه دي الصراحه، مم. اللي انا الرياضه هتيجي على الدراسه يعني انا كنت بدرس هندسه، مم. هندسه ميكانيكي، فانا ما حسيتش ان انا مش عارف اوازي بين الاتنين. مم. وانت كده كده يعني بالذات لو سافرت امريكا، هما بيساعدوك بطريقه انت مش طبيعيه ان انت توافق. توفق بين الاتنين. يعني انت مثلا هناك كنت ابدا السمستر يديك المدرب يديك ورقه كده، تروح للدكتور يمضيها. الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ ان انت لو فوتت اي حاجه بسبب ان بسبب ماتش او بطوله، هو المدرس ملزم ان هو يشرحها لك، لو حاجه درس او مش فاهمه او امتحان فاتك ملزم ان هو يعيده لك غصب عنه، اللي هو ما عندوش اختيار. غير مثلا مصر انت بتقعد تتحايل على الدكتور
تقعد تجري وراه. والنبي اجل لي الامتحان عشان عندي بطوله، وبيوافق بالعافيه، هو ساعات ما اوكي. بيوافق. مش فاهمين قوي للاسف بس عندنا حتى برضه في الظروف دي انت ممكن برضه توفق بين الاثنين، هي كلها حته اللي هي تايم مانجمنت، اللي مم. انت الاولويات عندك ايه، اولويات عندك خروج وفسح وكده، يبقى انت كده حطيت دي فوق دي، لكن انت مم. عادي ممكن توفق بين الدراسه والرياضه بكل سهوله، ودي هتفيدك بعد كده قدام، ان انت هيبقى عندك حاجه تتسند عليها لو الرياضه ما نجحتش. ده حقيقي. حتى لو الرياضه نجحت انت خلاص ليك عمر رياضي بعد كده، خلاص مش ممكن بقى تكمل في سكه الرياضه دي، بس في ناس ما بتبقاش عايزه كده، في ناس بتبقى عايزه تخش في حاجه تانية. ودي حاجة برضو مهمة انت قلتها، ان هي ممكن يكون المشكلة برضو في عدم التوفيق في مصر بسهولة، ان ممكن يكون ثقافة الرياضة مش موجودة عند كمان الدكاترة ايوه دي حقيقه. والجامعات، ودي دي مشكلة أكبر. يعني ممكن يبقى الطالب عنده البوتنشال وعنده الإرادة، لكن عدم قلة الثقافة الرياضية اللي موجودة هي اللي تعطله، أو هي اللي تخليه يختار حاجة على حساب حاجة، مع إن الموضوع المفروض إن هو دوبل يعني نقدر نعمله. في ناس كتير، أمثلة كتير حصلت. دي حقيقه، بس انت برضو يعني انت في الاول وفي الاخر انت هتتعامل، يعني انت م- الدكتور واقف ضدك، انت كده كده هتتعامل، يعني ما م- رضاش يعيد لك الامتحان عادي م- هتتصرف يعني. م. هو في معظم الاوقات هيرضى، بس انت حتى لو مرضيش مش قصه يعني. ليها طرق، اه وبس انت لو عايز حاجة هتقدر تعملها يعني بالظبط يعني. اوكي. طيب ليه في او حاجه كمان ازاي؟ بس عايز اه اضيفها، طبعا. ان انت يعني انت مثلا في امريكا برضو بسبب نجاحهم ان هم رابطين الرياضه بالدراسه، ايوه ان هم بالظبط. هناك ما عندهمش نوادي. مم. الرياضه كلهم يا اما عن طريق الرياضه هناك كلها عن طريق المدرسه، يا اما عن مدارس طريق الجامعه. وجامعات. ده حقيقي. ما صح. عندهمش حاجه اسمها يعني في نوادي بس مش مشهوره خالص، مم. هي كل حاجه مربوطه بدي. وانت اصلا بتلعب رياضه عشان تاخد، عايز تنجح في الرياضه عشان تاخد سكولرشيب في جامعه هناك، مم. صح. فهو ده اللي منجحهم يعني. نجحهم في الرياضة وفي في الدراسة. الدراسه. يعني أنا أعتقد برضو إن الشخص لما يكون رياضي ده بيساعده كمان في الدراسة يعني. وبيساعده في شغله بعد كده، مم. يعني حتى لو كان بطل رياضه وجه يشتغل، لما انت تكون مثلا انت لعبت مثلا في الديفيجن 1 او كده، بتساعدك في السي في بتاعك. اوكي. طيب احنا ايه اللي ناقص عندنا في مصر او في الاتحاد؟ خلينا نتكلم على اتحاد العاب القوى. ايه اللي ناقصنا علشان نشوف ابطال اولمبيين او ابطال عالم على البوديوم؟ يعني ليه ما بنشوفش ده كتير، وليه صعب، وازاي نقدر نطوره؟ بحس ان احنا عندنا حته مش عايزين نتعلم كده، اللي مم. هو احنا شايفين ان احنا يعني مثلا اي مدرب، او مش اي مدرب، يعني في مدربين كتير بيبقى فاكر ان هو خلاص كده وصل، هو اعلى واحد، لو مثلا جاب لعيب وكسب بيه بطولة الجمهورية او اتأهل مم. بطولة، وقال لك خلاص انا كده بقى دكتور اللعبة مم. ومش محتاج حاجة تاني، لكن انت الواحد بيقعد يتعلم كده لحد ما يموت. مم. فانت محتاجين نتعلم ونشوف الناس بره بتعمل ايه عشان ينجحوا، ونشيل برضو حتة اللي هي لا انا لازم مفيش امكانيات ومفيش مش عارف فيتامينات ومفي والحاجات اللي هي الحجج دي. مم. هي طبعا مشاكل، بس يعني ما تخليش يعني انت لازم تحط نفسك قدام الامر الواقع، الحاجات دي مش موجوده خلاص، لازم تلاقي بديل ليها وتعرف تتعامل. ونشيل برضه حته ان هي انا مثلا مش مؤمن خالص بحته ان احنا انا لازم اطلع عسكر بره 6 شهور. هي اصلا مم. الناس بتعسكر ليه؟ يعني الناس اللي هي بتعسكر من اوروبا دي، هي بتعسكر ايه؟ بتروح بتعسكر في حته الجو فيها كويس عشان مم. يعرف يتمرن. مم. لكن انت اصلا انت عندك الجو كويس، انت مم. هتروح تعسكر ليه؟ الجو كويس ومناسب للعبة بالظبط. زي لعبة الرمي مثلا. اه يعني انا شايف انت بدل ما انت عمال تصرف ان انت تصفر 3 لعيبه بره او 4 لعيبه بره عسكروا مثلا 6 شهور ولا 3 شهور ولا 4 شهور، انت ممكن تستخدم الفلوس دي تعمل مثلا سنتر كده كويس الناس كلها تتمرن فيه، مم. بمطعم، بمكان ريكفري، بمكان علاج طبيعي، بتراك كويس، بكل مم. الحاجات دي كويس، الناس كلها تتمرن فيه. وبالعكس انت ممكن اصلا يجيلك لعيبه من بره هي تيجي تتمرن عندك، مم. مم. المدربين يجوا من بره يتمرنوا عندك، فهي مم. كل الحاجات دي هتفيدك انت. اوكي. انت المدرب يجي يتمرن معاك من بره، واللعيبه تيجي تتمرن معاك بره، انت هتتعلم منها. مم. مم. هم اصلا في الاول وفي الاخر بيدوروا على جو، مم. فانت لو عملت لهم جو مناسب الناس هتجيلك. يعني انت شايف ان اصلا احنا عندنا الجو المناسب، فاضل ان احنا يبقى في قابلية اكتر ان احنا نتعلم ونتطور، بالظبط. وبرضو ان احنا نصرف نصرف على على اللعبة ككل، مش في افراد. افراد. بالظبط. اوكي. طيب مشكلة احنا بننام نصحى كل يوم غالبا،
نلاقي حد سافر، حد اتجنس، حد هرب. في ناس بتروح على عروض، وفي ناس بتروح يعني بتهرب للهروب. فمشكلة التجنيس دي ومشكلة دي سببها ايه في مصر بقى عامة، وحلها ايه؟ بص انا شايف ان هو اللي بيسافر هو بيسافر، اللي بيسافر التجنيس ده بيسافر عشان فلوس من الاخر، مش مم. هيسافر على حاجه تانية يعني. اوكي. فانا شايف اللي هو اصلا لو انت بتلعب من الاول عشان فلوس، انت لسه بادئ رياضه، مم. بادئ رياضه عشان بتفكر في فلوس، يبقى انت كده، انا شايف اللي هو بصراحه كده ممكن يعني، او احتمال كبير ان هو مش هينجح فيه. اوكي. انت اصلا اساس الرياضه انت بتلعبها عشان انت عايز تبقى فيها بطل، انت مش بتلعب عشان اخد فلوس ولا اخد جزمه ولا اخد مش عارف ايه. مم. فانت ما ينفعش انت تبقى لسه بادئ وتروح تقول انا عايز فلوس وعايز وعايز وعايز، ولو ما ادتنيش انا هسافر. بس طب في ما انت لعيبة، يعني في لعيبة بيسافروا او بيهربوا او بيتجنسوا، بيبقوا ابطال، يعني ابطال في لعبتهم، وممكن حاصلين على افريقيا وعرب، وبالذات مثلا ده في اللي هم سافروا هم المصارعة. اصلا يعني هم مسافرين هم اصلا جامدين من مصر. مم. اه بالظبط. يعني مثلا زي ميسو حسونه بتاع رفع اثقال، مم. هو ده اصلا كان جامد في مصر مم. ونجح بامكانيات تعبانه. مم. لكن انت اصلا المعظم ان هم سافروا وهم اصلا من قبل ما يطلعوا، اللي هو مم. مسافر اللي بلاش اصلا امكانيات، فراح سافر من قبل ما يجمد في اللعبه، مم. وهو تقريبا ما فيش. طب لا، انا بتكلم على ان حد كويس في اللعبة وبيحقق، بس هو قرر ان هو لا، انا عايز اتجنس لدولة تانية. لان غالبا برضو التجنيس بيجي مع ان انت واصل لمستوى كويس، يعني ما فيش حد بياخد مثلا حد مستواه معقول او متوسط ويديله الجنسية. ممكن ياخده يقعد معاه فترة، وبعد كده لو بقى جامد وكده يديله بقى حاجة زي الجنسية. هي المشكله ان بقى في بلاد دلوقتي بتدفع فلوس كتير جدا، مم. فانت مهما عملت كمصر يعني او مم. كاتحاد، انت مش هتعرف تحافظ على اللعيب ده. اوكي. فهو خلاص لو عايز يسافر خلاص يسافر، مم. انت كده كده عندك ممكن تطلع 100 بطل غيره يعني، مش مم. الدنيا مش هتقف على لعيب واحد او حاجه. فانت انا بشوف اللي هو مثلا بيسافر يتجنس، هو خلاص هو ما يعني انا ما اقدرش ما العبش باسم مصر يعني. مم. انا حاسس الموضوع كليشيه شويه، اوكي. بس انا دي البلد اللي انا اتربيت فيها واهلي مصريين وكل اصحابي مم. مصريين، فانا ما ينفعش ان انا اروح العب باسم بلد تاني. مم. والبلد دي اصلا اول ما تلاقيك اللي انت ما تدهمش اللي انت ما اديتهمش اللي هي عايزاها، هترميك، مش اوكي. هتسأل فيك اصلا. فانت شايف حتى لو في ضعف امكانيات او ماديات، شايف ان انت الهدف من الرياضة بشكل احترافي ان انا اوصل لنتيجة، مش إن الهدف مادي يعني. بالظبط. بس برضو انت مش بتشوف ان هما، يعني انت برضو علشان توصل لإنجاز انت بتستهلك وقت وموارد وبتصرف فهي برضو جزء منها اكيد محتاج انك انت تقدر تكفي نفسك ماشي، ما ومصاريفك الكلام ده في الاول، ما انت مم. اي حاجه انت بتستثمر فيها في نفسك، انت بتستثمر في نفسك بعد كده بتجني اللي انت استثمرته بعد كده. فانت اه. اي حد في يعني انت في اي تخش اي بيزنس حتى، انت في الاول انت بتخسر فلوس، بتقعد تصرف 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 على البيزنس، بعد كده مم. تبتدي تجني ثمار البيزنس تبتدي بعد كده. تنجح. لكن انت ده في حقيقي. الرياضه انت بتستثمر في نفسك في الاول، لازم تصرف على نفسك. انت مم. ما ينفعش رياضي اللي هو لا انا عايز كل حاجه تجيلي انا انت لازم هتصرف على نفسك. صح. انت مثلا انت لو بره، انت ما حدش بيسأل يعني. انت في امريكا مثلا لو انت بعد الجامعه وعايز تلعب تحترف، وانت لو ما بترميش ما حدش هيسأل فيك ولا مم. هيديك مليم واحد. مم. انت اللي بتصرف على نفسك وتنزل تشتغل وتتمرن وتاكل لحد ما توصل. وساعتها اصلا ما بقاش يعني الصرف اللي هو زي ما انت فاكر يعني. مم. هو بيصرف بيجي له دخل في الاخر، البطولات اللي هي اللي بيلعبها بره بره يعني، البطولات الدوليه. اوكي. بتجيب له هي العائد، لكن مفيش حد بيتكفل بيه او بيبقى فيه خالص. عقود مثلا، الا بقى لو في سبونسر بقى في ليفل معين اه او سبونسر كده. ده، وبعدين دلوقتي بقى سبونسر بقى صعب جدا، اللي هو مم. يعني مفيش حد اصلا عمله سبونسر اللي هو بطل العالم، مم. هو احسن ثلاثة في العالم. مم. فهو انت لازم انت تعتمد على نفسك يعني. انا مم. شايف انت تعتمد على نفسك وما ما تعتمدش، اذا انت عايز تنجح تعتمد على نفسك، ما تعلقش حاجة على يعني، ما تعتمدش على حد ان هو يوصلك في حتة. ده برسبكتيف حقيقي جدا مختلف. ومختلف. اه لا، بس فعلا انت لما شبهته بالبيزنس فعلا، هو الواحد لازم لو عايز يبني حاجة كبيرة لازم في الاول هيخسر وهيتعب وهيصرف
علشان يقدر يقوم بالشركة، وبعد كده بقى تبتدي تباي باك يعني. وممكن ما بيش باك، ممكن برضو تلاقي نفسك خسران. ممكن في بالظبط، ناس ممكن كتير تقع. رياضيين بالهبل تعبوا وصرفوا وعملوا في الاخر ما عرفوش يعملوا حاجه. فانت الموضوع توفيق من ربنا، وبرضو الموضوع على حسب انت مؤهلاتك ايه ان انت تنجح كرياضي. يلا بينا نلعب. يلا بينا. تسحب 3 مرة واحدة اشتري. ايه الكنز الأكثر قيمة من وجهة نظرك؟ أغلى حاجة بالنسبة لك؟ الرياضة. الرضا. الرضا. اه اوكي. انت تبقى راضي بحياتك وباللي حواليك وكل حاجه. ده هي انك انت يبقى عندك زي قناعة او رضا في حياتك بقى من اللي انت بتاخده. بالظبط، او اللي انت وصلت له او اي مم. حاجه. يعني انت ممكن واحد يقعد طول حياته يجمع ملايين ويبقى ملياردير بس ما يبقاش راضي، فهو عمره ما يرتاح. ممكن واحد ما يبقاش عنده حاجه ويبقى راضي باللي عنده ويبقى قاعد عايش مبسوط اكتر منه. عايش مالك. ده هي. ماشي، يلا ناخد كارت كمان. ماشي. ماشي دي. ماشي، موهبة محدش يعرفها عنك. موهبه. تطلع تعزف مزيكا ولا؟ انا عارف ان انت بتحب الستيك وبتحب تقعد تسويها وكده، صح ولا ده؟ لا انا بحب اللحم بصراحه، بحب اوكي. اللحوم وبحب اه. اتفنن فيها الصراحه. اوكي. دي ده ممكن نعتبرها موهبة ولا في حاجة تانية لا ممكن مستخبية؟ اعتبرها موهبه. لا بجد، في حاجة موهبة عندك. لا مش يعني، لا يعني رياضه. الرياضة، بس كلنا عارفين عن الرياضة يعني. لا ما عنديش موهبه طبعا. اوكي. او طب ممكن يكون انت عندي بس انا ما اكتشفتهاش. قصة اللي انت بتحب الطبيخ عامة، ولا هي لا موضوع ستيك الستيك بس. بالذات؟ ها. ستيك بس. وبتعرف تسويه بقى يعني اعرف اظبط لك ميديوم رير من لمس كده. فعلا. اوكي. وكيف بقى؟ طيب. لا فعلا. اوكي. ماشي، يلا ناخد سؤال كمان. ماشي. ماشي، حلو ده. طيب، حلمت امبارح بالنهارده؟ ده حرفيا ولا؟ آه. ايوه. لا، سؤال يعني انت النهارده اللي وصلت له كنت ايوه. بتحلم بيه امبارح؟ يعني انت السنين اللي فاتت دي كنت نفسك توصل للي انت فيه النهارده؟ ايوه. انا اوكي. اصلا يعني انا السبب الكبير من اللي انا وصلت له، اللي انا دايما بتخيل اللي انا عايز اوصل له. مم. يعني عايز احكي لك مثلا على موقف. انا قبل ما العب بطوله الجامعات دي، مم. كان على طول وانا مثلا رايح التمرين وانا جايب التمرين عمال اتخيل اللحظه اللي انا هكسب فيها والرقم. اوكي. عمال اتخيل السيناريو ده في دماغي مم. يعني ورا بعض كل شويه طول ما انا مم. قاعد. مم. والرقم ده بالظبط ان انا ارميه، وفي الاخر رحت البطوله رميت هو الرقم ده وكسبته. يعني نفس السيناريو اللي انا بقعد اوكي. اتخيله في دماغي هو اللي بيحصل هو اللي حصل في الحقيقه. فانا ده دايما لما هي. بكون عايز حاجه تتحقق انا بقعد اتخيلها كتير جدا. وده بالتفاصيل. وده اعتقد شغل برضو ليه سايكولوجي علاقة، شويه. سايكولوجي بالظبط، اللي هو المايند سيت، فيجواليزيشن. ان انت تتخيل. وكان دايما يقولوا لنا ده قبل الماتش، قبل بالظبط. البطولة، قبل بتاع، تخيل نفسك فعلا في المكان، وتخيل نفسك وانت بتعمل وبتحقق. والاحساس اللي هتحس بيه وكل الحاجات دي. ده هي. وده بيسهل عليك انك توصل بقى بالظبط. للحاجة. وانت يعني انت حلمت امبارح بالنهارده، والنهارده بتحلم ان شاء الله ان انت تجيب لنا ميدالية اولمبية. كل يوم بقى عمال فان اتخيل شاء السيناريو الله. من دلوقتي قبلها ايوه. ب4 سنين. ان شاء الله، ونعمل حلقة تانية بقى ساعتها ان شاء بالظبط. الله. طب ناخد ده اخر سؤال. ليه ما لسه بدري؟ يلا بينا، يا سلام، ناخد 10 أسئلة كمان. افضل رياضي على مر العصور بالنسبة لك؟ في مصر. انا افضل رياضي في المطلق. ممكن خلينا ناخد واحد مصري وواحد اجنبي، يعني واحد عالمي. مصري ممكن كرم جابر اوكي. كرياضي مصري. وعالمي ممكن عالمي فيه كتير الصراحة. يعني ممكن مثلا مايكل جوردن اوكي. ومايكل فيليبس مثلا. اوكي. طب خلينا ناخدهم واحد واحد كده. يعني كرم جابر، ليه بتشوفه افضل رياضي على مر يعني العصور؟ لو اتفرجت عليه في اولمبياد اثينا مثلا هو كسبان ذهب زي سلام عليكم كده. اه، كسبان كانت سهلة اصلا جدا كسبان بالنسبة لي. علامة تكافؤ. ما شاء الله. وبرضو لندن يعني فضية لندن بعديها
8 سنين حاجه مش سهله خالص يعني. واللي اعرفه كمان ان هو خد فضية ان هو كانش بيتمرن، واتمرن قبل خالص، هو الاولمبياد راح ب3 كده شهور. يعني، هو كان مسيطر على اللعبه كان الصراحه، عنده ده كان حقيقي. مسيطر على ده اللعبه حقيقي. جامد يعني. جوردن. مايكل جوردن انا اتفرجت له على دوكيومنتري كده، انا عجبني المينتاليتي بتاعته، اللي هو كان شايف نفسه هيوصل من قبل ما حد يؤمن بيه، اللي هو مثلا جات له مش عارف كذا شركة قالوا له احنا هنعرض عليك سبونسرشيب سبونسرشيب. كده بمبلغ، قال لهم لا انا هبقى اعظم لعيب ومش عارف ايه وعايز كذا وكذا وكذا، لحد ما بقى شريك في نايك، بقى عنده لاين بتاعه اللي هو جوردن ده جوردن بالظبط. وهو من اعظم لعيبة الباسكت يعني. وهو اللي نقل على ما يعني انا جوردن بالنسبه لي على فكره انسبايرنج جدا. فهو اللي نقل كمان على ما اتذكر القصه النايك من ان هي رقم 3 أو 4، كان اديداس كانت هي رقم 1. رقم واحد دلوقتي فهو خلاص اول لما نايك عملت له سبونسرشيب، وبالذات عملوا له اللاين بتاعه بتاع جوردن ده، بقوا رقم 1 بيه هو وبانجازاته يعني. ف مايكل فيليبس طبعا عشان كمية فيليبس الميداليات أسطورة صعبة جدا تتكرر يعني. ده ما حقيقي. اعرفش عنده كام ميدالية ده حقيقي. ده حقيقي. طيب ناخد سؤال كمان بقى عشان خاطر. عشان القعدة الحلوة. ماشي. شوف انت بقى اللي جبته لنفسك، اكتر موقف محرج حصل لك. محرج اه جا في رياضة ولا في عامة؟ اي حاجة يعني، حكي لنا كده موقف محرج. كنا وانا مسافرين بطولة مع الجامعة، اوكي. فانا كنت قاعد في الطيارة، فانا ما كنتش رابط الحزام، فكنت قاعد عليه. اوكي. فانا براجع بظهري كده، بحاول اشيل الحزام، فانا برجع بالكرسي اتقطم. اوكي. كرسي الطيارة اتقطم. اتكسر نزل على اللي خلاص ورا. يعني الظهر فعلا. اتقطم ورجع على الراجل اللي وراه. فنزلوا الناس كلها من الطيارة، اوكي. وجابوا ناس قال لك لازم نفك الكرسي اصلا خالص من الارض، يفكوه من الطياره خلاص، ما ينفعش يسافر. جابوا الطياره اوكي. بطلت مثلا ساعتين، الناس كلها بصالي بقى وتبقى كل الناس عماله تبص مين اللي رايح على الكرسي قطمه ده. كان في حاجه اسمها اللي هم الناس اللي بيبقوا ستاند باي دول، اللي هو لو حد الجيش بيقعدوا مكانه، فهم اوكي. كانوا يقعدوا في كرسيين قدام، فانا قعدت فيهم، هم الطياره فاتتهم. فعلا. دول كانوا عايزين يموتوني بقى. ده كان موقف محرج الصراحه بالنسبه لي. ده موقف لا يعني. صعب. كابتن مصطفى، نورتنا جدا وانبسطنا بالكلام معاك جدا، وان شاء الله نتمنى ان احنا نصور معاك تاني باذن الله وانت معاك ميداليه اولمبيه. ان شاء الله. انت حابب تقول حاجه للناس، او في حاجه نفسك نصيحه تقولها انا لهم؟ نفسي اقول نصيحه للناس عامه ان هي بتتفرج على الرياضه، ان هم ما يحكمش على اللعيب. يعني انا مثلا بشوف حتى في الماتشات يقول لك ما كنت تباصي لده، كنت مش عارف تعمل ايه. انت لما تكون انت بتتفرج على حاجه في البيت حاجه، لما لما تكون انت تكون على ارض الواقع حاجه تانية يعني، بتمارسها حاجه تانية. مختلفه تماما. انت بتتفرج على واحد انت بتبقى شايف ان هو سهل ان هو ممكن يعمل حاجه كده او كده، لكن انت في ارض الواقع الموضوع بيبقى زي ما انت متخيل خالص. يعني بيبقى حاجه مختلفه 180 درجه. يا ريت الناس ما تحكمش على الرياضي باللي هي بتشوفه على التلفزيون، تقول ده انت كانت ممكن تعمل كذا، كان ممكن دي كانت سهل قوي، دي مش عارف ايه، ده انت خسرت بسهوله. هو الموضوع ما بيتقاس كده خالص. فنفسي الناس بس يعني تخف على الناس على الرياضيه. ويبطلوا يتفننوا كده، يعملوا فيها مدربين. ده حقيقي يعني، اللي بيبقى حابب يلعب يلعب، لكن فعلا انت مش مكان الحد ده، فما ما بالظبط تحكمش يعني. عليه من لو بره. انت هتعرف تبقى احسن منه انزل، يعني انت الملعب موجود، وهي اصلا معظم الرياضات بالمستوى، فانت لو شايف نفسك احسن انزل اتمرن وتأهل. لكن انت ما تحكمش على حد تعب وشقي كذا سنة وتقول ده هو عمل كذا وكان ممكن يعمل كذا، وانت قاعد يعني انت مش شايف. بتتفرج على التلفزيون. انت مش عمرك ما تحس الاحساس اللي هو في الملعب او في الاستاد، او بتبقى احساس مختلف تماما. يعني الاستاد بيبقى ليه رهبه كده، الناس ما بتحسش بيها غير لما تحط في الموقف. ده حقيقي. ده حقيقي. شكرا يا كابتن مصطفى، نورتنا. ده نور. يلا يا شباب فركش.